بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائنا تلاميذ السنة الأولى الثانوي، مرحبا بكم في قناة الأستاذ بوعلام للرياضيات. إذا عدنا والعود أحمد إن شاء الله. نعتذر على طول الغياب، ربما لظروف لم نستطع أن نتابعكم عبر قناتنا على اليوتيوب، لكن عبر صفحاتنا كنا معكم. إذا في المراجعة النهائية عندنا هذا التمرين حول الهندسة التحليلية. إذا هذا التمرين من اختبار سابق لإحدى ثانويات الوطن. يقول التمرين عندك النقاط A و B و C. النقطة A 6-0، النقطة B 3-2، وشعاع أس يساوي 3E زائد 2G. أولا قال احسب إحداثيات E منتصف القطعة OA، عين إحداثيات نقطة C، ثم احسب إحداثية G منتصف القطعة BC. قارن بين الطولين OB و OC، حدد بدقة طبيعة الرباعي OBAC. 2 عين ألفا حتى تكون نقاط A B و D في استقامية، حيث النقطة D إحداثيتها 1 ألفا. و3 اكتب معادلة للمستقيم دلتا الذي يشمل نقطة F وأخيرا وليس آخرا وشعاع توجيهه AB. إذن هذا المستقيم دلتا يشمل نقطة F وشعاع توجيهه هو الشعاع AB. 4 يقول نعتبر الجملة S ناقص 2x زائد 3y يساوي 1، y يساوي 5. بين أن الجملة S تقبل حل وحيد، ثم جد هذا الحل، بعد ذلك مثله بيانيا. على بركة الله نبدأ في حل هذا التمرين. عليه 8 نقاط. إذن رقم 1 قال شوف، أول شيء نبدأ به بالنسبة للتمرين الهندسة التحليلية نعين نقاط. عينها على المعلم حتى وإن لم يطلب ذلك، لأن ذلك سيساعدك في حل التمرين. الآن نعين هذه النقاط. يقول نقطة A هي 6-0. النقطة A هي 6-0. إذن هنا 1 2 3 4 5 و 6. إذن النقطة 6-0 هنا، هذه هي النقطة A. بعد ذلك النقطة B. النقطة B هي 3-2، 3 على محور الفواصل، ثم ناقص 2. إذن ثم ناقص 2 هكذا، هاي 3 على محور الفواصل ثم ناقص 2. إذن هنا تقع النقطة B. فقط نتحرى الدقة حتى يكون الشكل صحيح. الشكل الذي نرسمه يجب أن يكون صحيح. إذن هنا هي هنا. ثم النقطة C يقول هي 3 من شعاع زائد 2 من شعاع G. مباشرة من هنا النقطة C ما هي؟ لاحظ 3 في الشعاع، إذن فاصلتها 3، 2 من الشعاع G 2، 3 و2. ثم يقول احسب إحداثية E منتصف القطعة OA. طبعا النقطة A نعرفها، إحداثية نقطة O دائما هي 0-0، هي مبدأ هذا المعلم. ها هي النقطة O. إحداثية منتصف قطعة النقطة E، إحداثيتها بكل بساطة نجمع الفاصلتين. إذن هي منتصف القطعة OA، إذن ننتبه للنقطتين OA. إذن فاصلة O زائد فاصلة A، وبالتالي فاصلة O 0 زائد فاصلة A، ها هي فاصلتها 6. ثم ترتيبة O زائد اللي هي 0 زائد ترتيبة A اللي هي 0. إذن النقطة A أو النقطة E إحداثيتها 3 و 0. 6 على 2 تعطيك 3، و0 على 2 يعطينا 0. إذن أعين هذه النقطة E. إحداثيتها قلنا 3-0، إذن تقع هنا النقطة E. هنا النقطة E. بعد ذلك يقول عين إحداثيات نقطة C. ها هي عيناها. نستطيع أن نعين نقطة C. النقطة C هي 3-2، 3 مع 2. هنا إذن 3 هاي نقطة C. إذن أعين إحداثية C عيناها انطلاقا من هذه الكتابة، ثم أحسب إحداثية G منتصف القطعات BC. G بنفس الطريقة
على 2 على 2 مجموع الفاصلتين مجموع الترتيبتين. إذا منتصف B و C. إذا B 3 زائد 3 ثم ناقص 2 زائد 2. إذا النقطة G إحداثياتها 6 على 2 3 و 0. إذا النقطة G منطبقة تماما على النقطة E. قارن بين الطولين OB و OC. قبل أن أقارن أنا سأرسم هذا الشكل. عندي النقطة O والنقطة B. لاحظ معي ثم النقطة B مع A يقول لي هو قارن بين كذلك هذين. قال بي سي جي هي منتصف بي سي. جي ها هي جي منتصف بي سي وإي منتصف أو أ. الآن قال قارن بين الطولين أو بي و أو سي. إذن يجب أن نحسبهما. جيم المقارنة بين أو بي و أو سي نقطتين. إذا طول أو بي يساوي جذر كلي هذه أس 2 زائد هذه أس 2. إذا هنا سأكتب الشعاع أو بي إحداثيته وتحته الشعاع أو سي إحداثيته وأعوضهم هنا. أس 2 زائد الإحداثية الثانية أس 2. إذا الشعاع أو بي فاصلة بي ناقص فاصلة أو. إذا فاصلة بي هي 3 ناقص 0 ثم ترتيبة بي ناقص ترتيبة أو. إذا ناقص 2 ناقص 0 وبالتالي 3 هنا وفي الأخير ناقص 2. أما بالنسبة لأو سي فاصلة سي ناقص فاصلة أو 3 ناقص 0 ثم 2 ناقص 0. 2 ناقص 0 3 ناقص 0 أعطتنا 3. 2 ناقص 0 أعطتنا 2. الآن نعوض هذه 3 هنا وهنا ناقص 2. إذن هذا ماذا يعطينا؟ 63 9 زائد 4. إذن جذر 13. هنا أيضا 3 والإثنين. 63 9 زائد 4 جذر 13 أيضا. إذا نلاحظ أن أو بي نستنتج أن أو بي يساوي أو سي. طولين متساويين. بعد ذلك السؤال الذي بعده يقول بما أن الطولين عرفنا أنهم متساويين يقول حدد بدقة طبيعة الرباعي أو بي أ سي. إذا طبيعة هذا الرباعي لاحظ أو بي أ سي كما يبدو لك إما أنه معين أو أنه مربع. لماذا؟ لأن فيه أو بي و أو سي. شوف ها هي أو بي ثم عندك أو سي. هذين الضلعين وجدناهما متقايسين. إذا ضلعين متجاورين متقايسين يعني نحن إما في مربع وإما في معين. ما الذي يفرق بينهما؟ يفرق بينهما القطران. بالنسبة للمربع قطراهما متساويان بينما المعين قطراهما ليس متساويان. إذن حتى نحدد بدقة يجب أن نحسب طول القطرين. إذا القطرين عندنا أو أ وعندنا بي سي. أولا شعاع أو أ
اكتب إحداثيته. ها هي النقطة A، إذا 6 ناقص 0 6، ثم 0 ناقص 0 0. هذه إحداثية OA، وبالتالي OA يساوي طول OA يساوي جذر كلي هذه أس 2 زائد الإحداثية الثانية أس 2. إذا 6 و0 هذا يساوي 6 و 2 36، جذر 36 هو 6. الآن نمر للطول BC. طول BC يساوي جذر كلي أس 2 زائد أس 2. إذا هنا الشعاع BC إحداثيته BC. إذا نبدأ من C، دائما نبدأ من النهاية. إذا 3 ناقص 3 0، 3 ناقص 3، و2 ناقص 2. إذا 3 ناقص 3 0، وهنا 2 ناقص 2 هي 4. إذا 0 هنا وهنا 4. هذا يساوي جذر هنا 64 16. إذا جذر 16 يساوي 4. نلاحظ أن القطرين ليسا متساويان. لاحظ هنا قطر 6 وهنا وجدناه 4. إذا نحكم عليه أنه معين. إذا الرباعي OA C أو OB AC معين بكل بساطة. الآن نمر للسؤال الذي بعده. يقول عين ألفا حتى تكون نقط A B D في استقامية. إذا الرقم 2، إذا تعيين ألفا، كم باقي لنا من الوقت؟ جيد. تعيين ألفا. إذا لاحظ نقطة D قال إحداثياتها 1 وألفا. إذا ألفا هنا هي الترتيبة. طيب عندنا نحن الشرط حتى تكون هذه النقاط في استقامية يجب أن يكون شعاعان مرتبطين خطيا. إذا لاحظ هذه النقاط A فاصلة B و D في استقامية. شرط أن يكون شعاعين AB و AD في استقامية مرتبطين خطيا. نطبق عليهم شرط الارتباط الخطي، مرتبطين خطيا. إذن نأتي بالشعاعين ونطبق عليهما الارتباط الخطي. الشعاعين أولا شعاع AB إحداثيته، والشعاع AD أيضا إحداثيته. الشعاع AB. إذا نبدأ من النهاية. إذا 3 ناقص 6 وناقص 2 ناقص 0. 3 ناقص 6 هي ناقص 3، ناقص 2 ناقص 0 هي ناقص 2. ثم الشعاع AD، النقطة ها هي A، والنقطة D أيضا، النقطة D في رأسنا. إذن ها هي A، شوف معي، ها هي نقطة A وهي النقطة D، اجعلها أمامي. النقطة A 6 0 والنقطة D 1 ألفا. AD. إذا نبدأ من D. 1 ناقص 6 ألفا ناقص 0. 1 ناقص 6 هي ناقص 5، وألفا ناقص 0 هي ألفا. هذا هو الشعاع AD. الآن نطبق عليهما شرط الارتباط الخطي. ما هو شرط الارتباط الخطي؟ بكل بساطة هذا في هذا ناقص هذا في هذا يساوي 0. إذن ناقص 3 في ألفا، ثم ناقص قانونية
ناقص 2 في ناقص 5. ناقص 2 في ناقص 5 هل يساوي؟ نعم، يجب أن يساوي 0 عذرا. وبالتالي نبسط ناقص 3 ألفا، وهنا زائد 2 في ناقص 5، إذا ناقص 10 يساوي 0. ألفا ماذا يساوي؟ طيب نحولها للطرف الثاني، تصبح عندنا 10 على ناقص 3، إذا ناقص 10 على 3. هذه هي قيمة ألفا بكل بساطة، ناقص 10 على 3. إذا وجدنا هذا الأمر. الآن يقول اكتب معادلة المستقيم. 3 معادلة المستقيم دلتا يشمل اف التي إحداثيتها ناقص 2 ناقص 1. طيب قال شعاع توجيهه AB. إذا شعاع توجيهه AB، ونحن كانت عندنا إحداثية شعاع AB كتبناها هنا، معلش، ناقص 3 و 2. الآن لاحظ معي، ها هو المستقيم يشمل النقطة F، هذا هو المستقيم دلتا يشمل النقطة F، وشعاع توجيهه AB، هذا الشعاع AB، أليس كذلك؟ الآن ماذا سأفعل؟ سأفرض نقطة أخرى تنتمي لهذا المستقيم، إحداثيتها لتكون مجهولة إكس يراك، وبالتالي سيصبح الشعاعين FM، الشعاع FM مع الشعاع AB مرتبطين خطيا، نطبق عليهما شرط الارتباط الخطي. إذا أولا نفرض أن M إحداثيتها إكس يراك تنتمي للمستقيم دلتا. إذا FM و AB مرتبطين خطيا، إذن بكل بساطة أين إحداثية الشعاع AB؟ إحداثية الشعاع AB اكتبها، معلش اكتبها أمامي هنا، إحداثية AB وإحداثيات الشعاع الآخر FM. إحداثيات AB 3 ناقص 6 ناقص 3 كنا حسبناها، وناقص 2، إذا ناقص 3 مع ناقص 2. ناقص 2 ناقص 0، نعم. ثم FM، إذا النقطة F إحداثيتها هي، والنقطة M ها هي إحداثيتها FM. إذا نبدأ من M، X ناقص 2، إذا X زائد 2، و Y ناقص 1، يعني Y زائد 1. نطبق عليهما شرط الارتباط الخطي، تصالب هكذا، هذا في هذا ناقص هذا في هذا يساوي 0. إذا ناقص 3 في Y زائد 1 ناقص قانونية، ناقص 2 في X زائد 2 يساوي 0، قانونية أيضا يساوي 0. الآن فقط ننشر ونبسط نجد المعادلة. ناقص 3 Y ناقص 3، ثم هنا زائد 2، إذا زائد 2 X زائد 4 يساوي 0. إذا المعادلة هي عندك 2 X، عندك ناقص 3 Y، وهنا عندك 4 ناقص 3 هي زائد 1 يساوي 0. هذه هي معادلة هذا المستقيم بكل بساطة. نعتبر الجملة S يقول ناقص 2 X زائد 3 Y يساوي 1. إذن هذه الجملة نريد حل الجملة بكل بساطة. نحن ماذا عندنا في حل الجملة؟
طيب، معادلة المستقيم قلنا وجدناها 2x ناقص 3 y زائد 1 يساوي 0. هذه معادلة المستقيم دلتا. المستقيم دلتا. جيد. الآن يقول هذه الجملة، لاحظ الجملة فيها معادلتين. نحن عندنا قاعدة، وهي أولا أننا نجد A كم يساوي و B كم يساوي، ثم A فتحة و B فتحة. الA ما هي؟ الA هي دائما معامل X، والB هي دائما معامل الY، ثم A فتحة هي معامل X في المعادلة الثانية، وB فتحة هي معامل Y في المعادلة الثانية. نعم. إذن الA لديك هنا هي ناقص 2، الB هي 3. الA فتحة هل يوجد الإكس هنا؟ لا يوجد، إذا الA فتحة هي 0. الB فتحة هنا عندك Y، B فتحة هي 1، معامل Y 1 في Y، إذن 1. جيد. الآن نطبق عليها شرط، يعني الذي يشبه شرط الارتباط الخطي. يعني A في B فتحة، شوف A في B فتحة ناقص قانونية A فتحة في B، هل يساوي الصفر أم لا يساوي الصفر؟ إذا كان يساوي الصفر نقول أن الجملة إما أنها تقبل ما لا نهاية من الحلول أو لا تقبل حل أصلا، يعني أنهما متوازيين. لاحظ معي، شوف حتى تفهمها بكل بساطة. شوف هذه وهذه، وأخيرا عندنا هذه. إذن أنت لما تجدها يساوي الصفر يعني أنهما هذه المستقيمين مرتبطين خطيا. إذن مرتبطين خطيا، إما نحن في هذه الحالة مفترقين، وبالتالي أين يتقاطعان؟ لا يتقاطعان في أي نقطة. إذن هنا المجموعة مجموعة خالية لا توجد حلول. أو في هذه الحالة أيضا هنا مرتبطين خطيا، ومجموعة الحلول هي مجموعة غير منتهية من الحلول. إذن هذه الحالة لما تجد يساوي صفر. لما تجد لا يساوي صفر، تحسب هذا العدد تجد لا يساوي صفر، ستقول أن الجملة تقبل حل وحيد. الآن نحسب هذا العدد أولا. إذن نعوض ناقص 2 في B فتحة، إذن في 1، ثم ناقص قانونية، ثم A فتحة 0 في B اللي هي 3. ماذا يساوي؟ ناقص 2 في 1 هي ناقص 2، وهنا 0، إذن ناقص 2. نلاحظ أن الناتج لا يساوي الصفر. إذن مباشرة عندما تجده هنا عدد لا يساوي الصفر تقول له الجملة تقبل حل وحيد. الجملة تقبل حل وحيد. إحداثياته طبعا x y. إذن بعد ذلك يقول جد هذا الحل. طيب، نحن في الجملة ماذا عندنا هنا معادلة الأولى. المعادلة الثانية أعطانا فيها الإجراج. هي في الأصل أن تكون هنا معادلة فيها x وإجراج، وهنا معادلة فيها x وإجراج، لكن هذه أبسط. إذن عادة جملة معادلتين إما نحلها يعني الضرب في عدد ثم جمع المعادلتين، أو الضرب في عدد ثم طرح المعادلتين إلى غير ذلك من أو استخراج x من المعادلة الأولى وتعوضه في المعادلة الثانية. رأينا طرق حل جملة معادلتين. الآن نحن عندنا إجراج سنعوضها في المعادلة الأولى. إذن إيجاد الحل. إذن إجراج بتعويض قيمة إجراج في المعادلة رقم 1. إذن ناقص 2x زائد 3 في 5 يساوي 1. يعني ناقص 2x زائد 15 يساوي 1. 15 أنقلها للطرف الثاني تصبح ناقص 15. إذن ناقص 2x ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 14. نقسم ناقص 14 تقسيم ناقص 2. ناقص 14 على ناقص 2 ماذا يساوي؟ يساوي 7.
إذا الفاصلة هي 7. طيب الفاصلة 7 والترتيبة إكراغ كانت معطاة عندنا، وبالتالي مجموعة الحلول هي إذن حل المعادلة هو الثنائية إكس إكراغ. الإكس وجدناها 7 والإكراغ هي 5. حل المعادلة. الآن يقول مثل الحل بيانيا، إذن تمثل هذه النقطة بيانيا 7 5. النقطة 7 3 6 نمدده قليلا. ها هي 7 معها 5. 1 2 3 4 5. إذن معها 5. هنا أيضا. إذن هنا 7 قلنا وهنا 5. إذن ها هو الحل. ها هو مثل الحل بيانيا، ها هو الحل. إذن عندما نمثل المستقيم دلتا ونمثل المستقيم الآخر إكراغ يساوي 5 سنجد أنهما يتقاطعان في هذه النقطة. سنجد أنهما يتقاطعان في هذه النقطة. يتقاطعان في هذه النقطة. إذن يتقاطعان في هذه النقطة. هذا هو الحل. إذن فيديو آخر إن شاء الله مع هذه الوحدة ومع وحدة أيضا الدول المرجعية وعمومية على الدول ستجدونه أيضا على قناتنا. ألقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.